الحكاية اللي ما كناش فاهمينها امبارح، او اذا شئت الدقة المهانة بدأت من عند الباب. المهانة بدأت من عند الحرس الرئاسي اللي اتمنع من دخول القاعة بالسلاح. المنع في البداية كان بالأدب، ولما الأدب ما نفعش وصلت لمد الإيد. كبير اليوران كمان كان ليه من الحظ نصيب، بس هو متعود على المهانة من يوم زيارة فرنسا لما منعوه يكسر البروتوكول اللي هو مش حافظه. الإهانة اللي تعرض لها الحرس تكمل تفاصيل الصورة اللي استعرضناها امبارح. فتعرف ان تطور المهانة اللي حصلت بالضرب ان بعديها الرئيس الاوغندي يسخر ان احنا محتاجين حبوب ولحوم وفاكهة واسماك. مشهد الضرب يوضح ليه يوري موسيفيني يقعد مادد رجليه والسيسي قاعد زي التلميذ. اللطيف في الامر انه رغم ان عباس كامل وسامح عنده في تكست كانوا شاهدين انه اختفت بيانات وزارة الخارجية اللي بتشجب وبتدين. ما هو لما انضرب موسى والحسيني كان في كلام ناري من عينة الانتقام والقانون وحقنا اللي هيجيبه لنا الريس. كل ده مات زي كل كدبة كدبها السيسي ما ماتت. الموضوع مر عليه يومين 48 ساعة، لا حس ولا خبر. نبتلع الاهانات كالعادة، واللي يضربك على وشك اديله قفاك. خلينا نخلص. ما هو الحرس باين انه اصابه اختلال في الادراك، وتخيل ان البلطجة والدوس على رقاب الناس في مصر هيمشي براها. نسيوا ان الدبابة والسلاح بتسيبهم وانت داخل عند الناس اللي عندهم كرامة. كنا مستغربين السيسي بيضحك كده ليه ورئيس اوغندا بيعايرنا وقاعد مادد رجليه. طلع ان العنتيل بيضحك بعد المعايرة ومد الرجلين وضرب الحرس الخاص بتاعه. وبكرة تشوفوا مصر وهو جه بكرة ومش راضي يخلص. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل.